مساء الفل. صاحبتي لما حكت لي مشكلتها مع جوزها انا بقيت متضايقه جدا ومتعصبه جدا وشايله الهم قوي. وبعد يومين ثلاثه وانا شايله الهم كده ومش فايقه كلمتها وقلت لها اخباركم ايه؟ قالت لي يا شيخه ده احنا اتصالحنا خلاص والموضوع انتهى. يا خناقه ايه؟ انا مش فاكره انت كنت بتتكلمي على ايه. ده بقى موقف بيحصل لكتير مننا، بنحط نفسنا مكان الناس اللي بنعزهم وبنشيل همهم وبنشيل همهم قوي بضمير وبزياده، وبحط نفسي مكانه واقول ياه ده مش عارفه حصل له كذا في شغله، ده انا لو مكانه كنت هعمل واسوي، ياه ده انا هبقى متضايقه قوي، ياه مش عارفه ايه. ونحط نفسنا في حاله سلبيه من المشاعر والانفعالات السلبيه اللي تخلينا شايلين الهم قايمين نايمين. وبعد كده نبتدي نشتكي من الامراض النفسيه ومن التوتر والقلق ومن الزعل ساعات، وممكن ندخل في اكتئاب كمان. وبعدين نقول هو ايه السبب؟ اشمعنى انا بيحصل لي كده؟ ده لان حضرتك طول الوقت عمال تحط على نفسك افكار وتحط على نفسك ضغط نفسي لاي حد حواليك، فكل ما حد تحصل له مشكله تشيلها وتحطها ايه زي شنطه كده ورا ظهرك، وكل ما حد يحصل له تشيل تضيفها كمان، وهكذا لغايه ما تبقى انت مثقل باعباء مش اعبائك ومثقل باحمال مش احمالك. بس دي يا دكتور كده انانيه، ان انا ما هشيلش هم الاخر. احنا ما بنقولش ما تشيلش هم الاخر، تعاطف معاه وتفاعل معاه وازعل عشانه، لكن ما تحطش نفسك مكانه، لانك بتسمع من طرف واحد دايما المشكله، انت ما شفتش كل اطرافها، انت ما عندكش القدرات انك انت تخليك تتعامل معاها. انت دي مش مشكلتك لكن هي مشكلته، فهو عنده هذه القدرات اللي يتعامل معاها، وهو اللي اختار وعمل خطوات وصلته للمشكله دي. ده غير ان كل مصيبه او مشكله بيحصل معاها صبر، هو عنده الصبر انت ما عندكش عشان هي مش مشكلتك، ولكنك بتعيش مقاسي كتير مختلفه كل يوم وتحملها على نفسك وعلى اعصابك وانت مش محتاج. انت ممكن تتعاطف معاه وتتفهم امره، ولكن ما تحطش نفسك مكانه عشان ما تاثرش على صحتك النفسيه. ولما الموضوع ينتهي بتاعه هو مش هيرجع يقول لك. معظم الناس بتحكي المشكله وما بتحكيش المصالحه وما بتحكيش التعويض وما بتحكيش الحاجه الكويسه اللي حصلت بعدها، ما بتحكيش، بتحكي بس المشكله، فتبقى انت في الحته السيئه المضغوطه اللي كلها قرف اللي اتحكت لك، وقاعد هناك محبوس مش عارف تطلع لانك ما كملتش بقيه خطوات المشكله. علشان كده ما تحطش نفسك مكان حد، تعاطف واسمع بتفهم من بره مش من جوه، مش من قلبك، من بره، وحاول انك انت مالكش دعوه بالاخر، انت مش في مكانه، ما تحطش نفسك مكانه وتفضل تتخيل السيناريوهات اللي بتحصل له علشان ما تاذيش نفسك. دمتم بصحه وسعاده.